السلام عليكم، اهلا بيكم. الشيخ عبد الله رشدي للاسف الشديد مش عارف معنى القضاء والقدر. دلوقتي هنجيب لكم مقطع ليه بصوته وصورته. مش عارف معنى القضاء والقدر. طبعا احنا مطالبين كمسلمين ان احنا نؤمن بالقضاء والقدر بخيره وشره. طيب كان في حد بيسأله بيقول له هل الحسد جزء من القضاء والقدر وانه خير يعني؟ فالشيخ عبد الله رشدي الازهري للاسف هو بيعكس ثقافه ومستوى الازهر من الناحيه الدينيه والفقهيه. رد عليه رد ضعيف جدا ورد ينم عن جهل شديد. فقال له قال له طبعا الحسد جزء من القضاء والقدر، والكلام ده طبعا غير صحيح. ازاي؟ هو قال له شيل الحسد وحط مكانه القتل، ان واحد يقتل واحد يعني. فالقتل يعتبر قضاء وقدر. ليه؟ لان بيعتبر الشخص اللي اتقتل ده ان هو مات بقضاء وقدر، وان هو قدر له ان هو يموت مقتول. طبعا الكلام ده خطأ 100%. ليه؟ هنقول لكم بعد ما تسمعوا كلامه بصوته وصورته بعد هذا المقطع. هنقول لكم ليه هو خطأ. اسمعوا كده هذا المقطع الأول. ازاي اوفق بين الحسد وبين القضاء والقدر وان كله خير؟ الحسد جزء من القضاء والقدر. شيل كلمة حسد وحط مكانها مثلا القتل. فهتقول لي ازاي اوفق بين القتل والقضاء والقدر؟ اقول لك المقتول ميت بقدره. هو ده قدر ان هو يموت كده. والقدر خير وشر، ان تؤمن بالقدر خيره وشره. مش ورد كده في الحديث؟ وان تؤمن بالقدر خيره وشره. حضراتكم سمعتوها اهوت علشان تتأكدوا من الكلام، لان انا ما بفتريش عليه. تمام؟ لكن هو بيعلم الناس والشباب، بيعلمهم دينهم غلط، وده في منتهى الخطورة. ليه؟ القضاء والقدر، القتل ليس من القضاء والقدر. ليه؟ لأن يعني بمعلوماتك البسيطة كده، لو حد مثلا قال لك ده فلان مات، هتسأله مات ازاي ومات ليه ومش الكلام من ده. هيقول لك مثلا، هيرد عليك يقول لك ده مات قضاء وقدر. طيب انت بتفهم ايه ساعة ما يقول لك ده مات قضاء وقدر؟ بتفهم على طول ان محدش تسبب في موته، ولكن جات له موتة كده من عند ربنا، موتة ربنا، ومفيش حد هيتحاسب على موته، موت هذا الشخص. تمام؟ لكن لو حد قال لك ده فلان مات، تقول له مات ازاي؟ تقول له مثلا ده حد اعتدى عليه وموته، يبقى ده قتل. يبقى ده يلزمه طالما في متسبب في موت هذا الشخص وقتله، لازم يكون في عقوبة لهذا الشخص اللي تسبب في قتل هذا الميت. تمام؟ لكن الثاني، الحالة الأخرى اللي هي بتاعت القضاء والقدر، ما فيش متسبب في موت هذا الشخص، ولذلك مش هيبقى فيه عقاب ولا محاسبة في اللي تسبب في موته. خلاص؟ يبقى لازم نفرق ما بين اللي مات مقتول والقضاء والقدر بإيه؟ بأن هل في متسبب وهل في محاسبة ويجب معاقبة اللي تسبب في موت هذا الشخص ولا مفيش. لو في متسبب يبقى ده خارج القضاء والقدر، ويلزمه ان هو يروح للقضاء يحاسبه ويعاقبه على هذه الجريمة. اما القضاء والقدر ده معناه على طول لما يقول لك قضاء وقدر، يبقى ده معناه ان هو مات موتة ربنا ومحدش متسبب في موته. زي امثلة مثلا نديها لكم سريعة كده في القضاء والقدر. ان انت مثلا ماشي في الشارع ولا قدر الله في بلكونة قديمة، اثناء ما انت معدي سقطت عليك وتوفيت، يبقى انت كده ميت قضاء وقدر، لان ما ينفعش ان انت هتحاكم البلكونة، ده جاي لك من عند ربنا كده صدفة. خلاص؟ مثال تاني، انت ماشي في الشارع وفي هوا شديد وبتاع، وقعت شجرة عليك وتوفيت، ده اسمه موت قضاء وقدر، لان انت مش هتحاسب الشجرة او مش هتحاسب مثلا ربنا، دي جايه لك موته كده من عند ربنا اسمها قضاء وقدر.
انما انت مثلا ماشي في الشارع وحد اعتدى عليك وموتك، ده ما اسموش قضاء وقدر، لان في ترصد مثلا او حتى قتل خطأ، يبقى في لازم في عقاب لهذا المتسبب، يبقى ده ما اسموش قضاء وقدر ولا يدخل في القضاء والقدر. بناء على ذلك ان الحسد لا يعتبر جزء من القضاء والقدر. ليه؟ لأن الحسد واحد تسبب في أذيتك عن طريق الحسد، فإن ما كانش حتى هيعاقب في الدنيا هيعاقب في الآخرة. المهم إن في متسبب وهيكون في عقاب للمتسبب في أذيتك، خلاص. يبقى ده ما اسموش قضاء وقدر. يبقى تاني، القضاء والقدر هو موتة ربنا، وإن مفيش حد هيتحاسب على ان انت مت، زي المثالين اللي انا قلت لك عليهم اهو، بتاع البلكونه وبتاع الشجره. طيب خير وشر القضاء والقدر يعني ايه؟ دي درجات خطوره الحادث. مثلا بيبقى فيه خير وفيه شر. ازاي؟ الشجره مثلا بدل ما تموتك، وده شر اكبر، اصبت فقط اصابه بسيطه، يبقى ده خير. خير ان انت ايه، ما متش ولكن تم اصابتك اصابه بسيطه وهتشفى وعادي ما فيش مشكله. حتى الناس يقول لك خير خير، يعني قدر الله ما شاء فعل واحمد ربنا، يقول لك ويقول لك قضى اخف من قضى. اما في حاله ان انت مت، يبقى ده اللي هو اكبر شر حدث ليك يعني، فده شر القضاء والقدر. انما الخير ان انت يعني اصابه بسيطه كده وهتشفى وخلاص. خلاص، يبقى هو ده الفرق. وخدوا بالكم من عبد الله رشدي الازهري، ولما نقول الازهر يعني الاخوان، ولما نقول ان هو صوفي، هو صوفي فعلا اخواني، لان الاخوان صوفيه، وحسن البنا كان صوفي حصافي شاذلي، وهو صوفي، عبد الله رشدي صوفي وهو اخواني. ولو هو مش اخواني يطلع ويتبرأ من حسن البنا وجماعه الاخوان. خدوا بالكم منه ان هو مصنوع مخصوص، وتم صناعته وتسليط الضوء عليه بحكايه مناظرته مع اسلام بحيري، ودي كانت مقصوده علشان يتم التسليط عليه ويتم شهرته، ويبدأ رحلته في تضليل الشباب والسيطرة على الشباب وبث أفكار دينية خطأ وتدمير الإسلام، لأن هدف الأساسي للإخوان تدمير الإسلام والقضاء على الإسلام، وإن ادعوا إن هم إسلاميين وإن هم اللي عايزين الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله.